فبتبتدي بقى تفكري ايه، طب انا جاي عليا ايه من ده كله بخلاف يعني المقابل المادي، ما انا اقعد في البيت احسن. فهنا بقى بتبتدي تفكري في الموضوع بجديه، ان انا عايزه اقعد في البيت، انا تعبت. ده بالنسبه للي بيشتغل. بالنسبه بقى اللي بيقعدوا في البيت، طبعا الناس اللي بيشتغلوا شايفينهم بقى ايه، ملوك، دول عندهم وقت، بيناموا براحتهم، بيصحوا براحتهم، ملكات بمعنى اصح مش ملائكه. تيجي بقى للجانب التاني وتلاقي واحده مثلا قاعده في البيت تحت عينيها اسود، عينيها منفخه، مش نايمه كويس، عملت لي في حول نفسها، مرهقه جدا، زهقانه جدا، ملانه جدا، اصلا ما عندهاش وقت. وتساليها طب ما انت يا حبيبتي قاعده في البيت، ما هو حضرتك القعده في البيت دي مش ببلاش، ما القعده في البيت دي ما بتشتغل برضه، بس هي الفارق بينك وبينها ان انت بتاخدي فاصل من الشغل بتاع البيت، هي ما بتاخدش فواصل، فهي طول دايركت 24 ساعه في 24 ساعه، هي بلا فواصل بلا اجازات بلا اي حاجه. طب واللي بتشتغل دي مرتاحه؟ لا برضه بتعمل بقى شغل البيت اللي هي بتعمله ده، ومعاهم بقى الشغل بتاع بره. اللي قاعده في البيت يعني هي بتحس كده انه ايه، ما كانش في يوم هي صحيت نامت على طول. اللي في النص ده كده ايه، تحصيل حاصل، بنضف، بغسل، بمسح، بكنس، باكل العيال، بغديهم. طول ما انت قاعده بقى انت ايه شغل اللفظ، يعني انت بقى الشخص اللي بيعمل كل حاجه، انت الساحره بتاعت البيت. طبعا كل الكلام ده يخص المتجوزين. وبالمناسبه اللي السناجل او البنات اللي هم يعني ايه ما عندهمش الالتزامات اللي بتكلم عنها دي، برضو بتلاقيهم مسحولين. هي بتخلص شغل طبعا بتبقى ايه، هارد وركر بقى عشان تثبت نفسها والكلام ده، فبتروح مقتوله. مامتها مثلا يا بنتي اعملي معايا كذا، يا بنتي نضفي معايا، يا بنتي اعملي، تعبانه يا ماما، عايزه انام، عايزه اتفرج على التلفزيون، وعايزه، انا ما بشوفش التلفزيون خالص. وتلاقيها بقى قاعده بقى دخلت في دور امينه رزق، وتلاقي مامتها بقى في المقابل او ايا كان الشخص اللي معاها في الناس اللي معاها في البيت، يعني شايفه ان هي حد، يعني انت مسنتحه كده ليه، انت ما بتعمليش حاجه خالص، يعني ما كل الناس بتشتغل، يعني ما لو كنت بقى متجوزه معاكي عيال. فتكتشفي في النهايه انه لو انت بتشتغلي مريحه مرتاحه، ولا وانت قاعده في البيت مرتاحه. فاجابتي بقى على السؤال اللي بيتسال لي